بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال تاعكم مع الفيديو الجديد اللي جبتوا لكم نهار اليوم. اكيد معظم اللي يتبعوا النظام الصحي يكون عندهم نوع من الحيرة انهم كي يخرجوا وش راح ياكلوا وش راح يتناولوا، ومعظم الاحيان انهم يقطعوا اكيد النظام تاعهم ويتناولوا شيء لبرا باه يكونوا مع الجملة ومع الاحباب. بصح اليوم جبت لكم فكرة واحدة اخرى انكم قادرين تطبقوها. كيما اليوم جبت لكم شاباتي، هي وجبة سريعة خفيفة ومشبعة في نفس الوقت، وأكيد مشهورة بها تونس الشقيقة. نروحوا الآن بلا ما نطول عليكم، نروحوا المقادير تاع الكسرة مطلوع. أول حاجة في المقادير عندنا 2 حبات تاع بيض يكونوا متوسطين الحجم. ثاني شيء عندنا 2 مغارف تاع طحينة، واكيد تكون طحينه ماذا بيكم تكون مصنوعه في الدار وبزيت الزيتون. عندنا 2 مغارف تاع دقيق الترمس، ونقدروا نعوضوهم ب2 مغارف تاع دقيق اللوز. وعندي بيكربونات وخميره تاع الحلويات. نروحوا لطريقه التحضير. نخلط هاد المكونات كاع مع بعضهم. راح نزيد لهم 2 فناجل تاع ماء مع الطحين مع نص مغرف تاع بيكربونات ونص مغرف تاع خميره، ونخلط كل هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزج الخليط. ونروح نجيب بلا صغير يكون اذا لقيتوا ماذا بيكم هنا اكيد قرصه تاع ملح، اذا ماذا بيكم يكون مدور. انا ما لقيتش، انا درت هذا المربع. ندهنه بشويه تاع زيت الزيتون، ونزيد نغبره بشويه تاع ترمس، وندير هذا الخليط. اذا كان انا كما انا درته في الميكروويف او الميكرو اوند لمده 6 دقائق، ولا تقدروا تدخلوه للفرن لمده 10 دقائق انه ما يطيبش مليح، يكون نص طياب. كي نخرجوه راح نحوه من البلا بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها. يكون سخون شوي. لاحظوا القوام تاعو كيفاه، قوام اسفنجي، هو قريب مزيج من الجينواز ومن المطلوع. لاحظوا القوام تاعو كيفاه اسفنجي. كما قلت لكم الدقيق تقدروا ديروا الترمس، تقدروا ديروا اللوز. نروح نسخن الطاوه تاعي ونطيبه كيما نطيب المطلوع، اني نحمره من كل الجهات. لاحظوا كيف حمرته. من كل جوانب. ودرك كي يبرد نحلو على 2. انا هنا ما حليتوش مليح، اكيد راح تحلوه خير مني، درت خطأ. بصح لاحظوا القوام تاعو، قوام اسفنجي صراحة اكثر من رائع. نروحوا الان للمقادير تاع الحشو تاعو. عندنا مايونيز مصنوع بزيت الزيتون الاصلي، عندنا تونة، عندنا سلطة مشوية او فلفل مدقوق، هريسة، وباه نديرو العجة تاع البيض عندي بصل وزيتون وشوية تاع معدنوس وشوية تاع زبدة تاع عرب وحبات تاع بيض. نروحوا للطريقة تاع العجة، اكيد طريقة سهلة. نديرو العجة تاعنا اننا نديرو البيض مع قرصة تاع ملح. راح نقلو هذه العجة في قطعة من الزبدة الحيوانية. هذه العجة تاعنا نقسموها. ونروح الآن، أنا بالمناسبة درت 2، زدت واحدة أخرى.
هذه الأولى اللي خدمتها اللي تكسرت لي، خدمت الثانية. نبداو طريقة، أكيد راح نديرو الكمية انتوما تتحكموا فيها. أنا نحب الحار، درت هنايا الهريسة، وندير بعدها سلطة مشوية، وندير المايونيز. وعندكم الاختيار تقدروا في بلاصة المايونيز ديروا صوص الجيريان ولا الصلصة الجزائرية، وديروا العجة تاعكم، وتزيدوا أكيد التونة، واللي يحب يدير الدجاج سكالوب أكيد عنده الخيار. هنايا الخيارات مفتوحة قدامكم. وفي الأخير وش نقول لكم، إن شاء الله تنال الوصفة تاع نهار اليوم إعجابكم، ودائما نقول لكم جربوها مش راح تندموا. هاي الكمية قدامنا، أنا اليوم أكيد مديتها معايا، راح نخرجوا رحلة خارج الدار، ودرت معاها بورتمونجي تاع سلطة خضراء مع شوية تاع عصير الأخضر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.